كلان باور من أقدم وأقوى الكلانات الموجودة في الوطن العربي حاليا. لاحظنا في الفترة الأخيرة إنه الكلان قرب ينتهي، كثير مشاكل داخل الكلان وكثير ناس خرجت من الفريق. هل ممكن الفريق ينتهي؟ اليوم راح نحكي في الموضوع، ولكن بدي دعمكم على هذا الفيديو عشان في شهر رمضان المبارك ما نزلنا إشي على القناة، وحاليا رجعنا بعد الشهر المبارك. عشان هيك أعطيني لايك، بدنا نوصل الفيديو لأكبر عدد. كلان باور تأسس في عام 2012 وبعدها صار ينضم أعضاء للفريق والفريق صار ينشهر أكثر، ولكن البداية كانت في 2018 وكان في لاعبين كثير في الفريق وبدأ إفلاس الفريق، يعني ما ظل عندهم القدرة يدفعوا للاعبين وبدأوا اللاعبين يخرجوا من الفريق، وأجت عروض من شركات عشان يشتروا الكلان، ولكن بعد تفكير بطلوا يبيعوا الكلان. ويلي ما بيعرف، أبو فلة بالوقت هذا كان موجود في فريق باور، ولكن بعدها خرج من الفريق ودخل أعضاء كبيرة للفريق ساعدت كثير بالنجاح، رائد وزياد اكس وزيد وكثير غيرهم. ولكن بعد ما الفريق كبر وصار قوي والمشاهدات على قناتهم صارت عالية والكل صار يحبهم، أعضاء كلان باور صاروا يخرجوا من الفريق فجأة. يعني شفنا كيف خرج زيد من الفريق وصار يحكي إنه خرج عشان طبيعة عمله، وزيد كان من أكبر الأعضاء في الفريق. وصلت إلى نهايتها. ليش يا زيد قررت تطلع من الفريق؟ إيش الأسباب؟ إحنا ما توقعنا ولا 1% إنه ممكن نشوف زيد برا الفريق. طلعت من الفريق يا جماعة الخير الأسباب. السبب الأول إنه زي ما قلت لكم أنا أساسا بعيد، ولازم نفصل بين حاجتين. الحاجة الأولى العلاقة الشخصية بيني وبين الأعضاء، والحاجة الثانية علاقة العمل. يعني باور يعتبر شركة وفريق اللي فيه أخوان، نعم، ومثل أخواني كنا كلنا فيه أخوان، وحرفيا كل شيء يصير بيننا هو الشيء اللي يصير بين الأخوان. لكن على صعيد عمل صارت بيننا اختلافات مرة كثير، يعني من أيام المكتب إلين الفترة الأخيرة يعني صارت بيننا اختلافات، ما اتفقنا في العمل. ما هم الغلطانين إن شاء الله ولا أنا غلطان، هي اختلافات تصير في أي مكان. فحرفيا وصلنا إلى طريق مسدود أنا ما أقدر أكمل فيه. ولكن بعد خروج زيد، رائد برضه خرج من الفريق، ورائد كان عنده جمهور كبير وكثير ناس بتحبه وبتتابع باور علشانه. رائد صار يحكي انه خرج من الفريق عشان اختلاف وجهات نظر مالية، وبعدها رائد ودع اعضاء فريق باور وحكى انهم اخواني وما في بيننا اي اشي. الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. انا الان في فيلة باور. حلو. ليش يا رايد منقطع عن اليوتيوب وعن السناب وعن اشياء كثيرة؟ ليش؟ لانك لا، لاني جالس اسوي شيء. العيال اعلن خروجي من فريق باور، اسال الله ان يوفقهم مسيرتهم، واسال الله ان يوفقني ويوفقكم انتم برضو. لازم تعرفون شيء يا جماعه الخير، انه القرار ما كان بيدي، لكن اللي عارفه ولازم تعرفون انتم انه صناع النوم. انا طبعا صحيت من النوم، والله صحيت من النوم. سايوني والله. انا لازم اخمك يا زياد قبل لا امشي. وين تمشي والله؟ انت باقي. وبرضه شفنا مودي الأسمر خرج من فريق باور وما كان حدا يعرف سبب الخروج، والكل انصدم ليش خرج من الفريق، والناس صارت تفكر انه في مشاكل مع احد الاعضاء، ولكن طلع في فيديو بيحكي فيه زي هيك. طلعت من باور يا حبيبي الى الان يا تاج راسي، يجعلك في الجنه انت ووالديك. انا ما طلعت، بس في امور لازم نفهمها الاداره. بس يوم الاحد يتضح كل شيء، نشوف ما ضبطت نضبطها. يعني اكيد الكل صار يعرف ايش الخلاف، ويلي هو عن المشاكل المالية داخل الفريق. وبعدها بفترة مودي نزل فيديو انضمامه لكلان ذا التيمت، وشفنا كيف فريق ذا التيمت صار فيه اعضاء كبيرة والفريق قاعد يصير اقوى. على الاغلب الماديات في فريق ذا التيمت ممتازة، ولا ننسى انه الفريق جديد. وبعد خروج مودي، نويصل برضو خرج من فريق باور، وعلى ما اتوقع عشان خلافات مادية او عروض من فريق ذا التيمت، عشان شفناه نزل فيديو تحدي مع فريق ذا التيمت. يعني بالنهاية الملخص انه فريق باور خرج منه اشخاص كثير، وكثير ناس بتحب هاي الاشخاص وكانت تتابع باور علشانهم، والفريق لحد الان مستمر. ولكن اذا استمر على هيك اشي، بمعنى خروج الاشخاص والمشاكل المادية، ما اتوقع بيستمر. كل الحب والاحترام، اعطوني رأيكم بالتعليقات واعطيني لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد. وكان معاكم الباشا، سلام.